أهلا وسهلا يا أحلى متتبعات قناة لالا مولاتي الشمالية. فيديو جديد ونهار جديد الغزالات. فيديو ديال اليوم اقتراح للعشاء سهل وبسيط. الغزالات ديالي كما متعودين على القناة ديالي ديما البساطة مع لالا مولاتي الشمالية. يلا الخوت مرحبا بكم. نبداو في المقادير والطريقة ديال التحضير. كما كتشوفوا يعني سهلة. انا خديت الخضيرة اللي عندي، خدي اختي انتي الخضرة اللي عندك. الفلفل عندك بالالوان عامله بالالوان اللي عندك. انا عملت بصيله ونص وعملت 2 ديال الخيزو و3 ديال القريعات اللي كانوا عندي. داكشي اللي كان عندي موجود متوفر عملت. اختي ما تكلفيش على راسك. صافي شبرت البصله ديالي يعني باش قسمتها غير طروف عاديين باش نطحنها في الهشوار وانتهنا. يعني ما غنبقاش نقطع انا بيدي. ومهم سهلت عليا مادام كاين الهشوار، يعني سهل لي بزاف ديال الحاجات. الصراحه يعني غنطحنها وكل حاجه غنضيف لها في هذه. غتقولوا لي علاش غبرت علينا القناه؟ والله العظيم البنات لا عندي ظروف هي اللي خلاتني غبرت عليكم على القناه. وانتم كتعرفوا بانني انا كنت خدامه على قناه. بزاف غادي تشوفوا ما عندي شي فيديوهات متتبعين جداد غيقولوا مشاو لي فيديوهات. فعلا تمسحوا لي بزاف ديال الفيديوهات، تقريبا 1000 فيديو اللي تمسح لي. المهم كان وقع لي مشكل وتمسحوا لي كاملين الفيديوهات. ودابا رجعت لكم ان شاء الله. كنشكر صديقه ديالي شجعتني باش نرجع، سميه بورقيبه. كنقول لها شكرا لك، حتى هي عندها قناه. كنقول لها شكرا لك بزاف على التشجيع ديالك. صافي المهم كما كتشوفوا البنات، طحنت القريعه ديالي حتى هي كنقطع طريفات وطحنتها بحال اللي طحنت كلشي. الفلفل حتى هي، خزو كذلك حتى هو. صافي كلشي كما كتشوفوا هنايا عملته في المقيله ديالي باش يجيني ساهل. يعني نخدم الخدمه ديالي يعني ساهله. يعني كتجيك هذا كنزبق هنايا. هذا الخضره ديالي تشحر ود هذا عاد كنرجع نكمل الباقي. المهم هنا عملت لها معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار. المهم العطريه نتوما عارفين. ما عملتش تحميره، نتوما لكم اختيار عملوها. هنايا كما شفتوا عندي جبانيه ديال الفينو، عندي 2 جبانيات ديال الفورس، عندي معلقه كبيره ديال الخماره الفوريه، معلقه ديال سنيده، شويه ديال المليحه. وكنعجن العجينه ديالي تكون ماشي قاصحه وماشي خفيفه عاوتاني، بين وبين. كما كتشوفوا كنعمل يدي فيها كتغطس، غندير نخليها تخمر او درتها. من بعد غنجوز تشوف هكذا. نشوف الخضيره ديالي تبارك الله. الخضيره ديالي تشحرت طاحت مره، يعني دابت. من بعد ما غادي تذوب الخضيره ديالي عاد غنضيف لها واحد طاسه ديال الثوم. ضفتها بالزيت ديالها، يعني انا كيعجبني ديك الزيت، كتعجبني ديال الثوم، ما كتعجبنيش ديال المطيشه بزاف. كنفضل ديال الزيت عفوا، كتعجبني شي ديال المطيشه. المهم نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديال المطيشه ولا عندكم متوفره ديال المطيشه عملوها. صافي كيف ما كتشوفوا حطيتو هكذا وكنفرتو. عندكم الزيتون حتى هو عملوه اللي بغيتو نتوما كتضيفوا. انا يعني عملت غير داكشي اللي عندي اللي متوفر عندي في الدار. صافي بقيت كندخل ديك التون نفرتو بحال اللي كنفرتو هكذا، كندخلو في الخضيره ديالي. صافي باش نبدا ملي يكونوا رتاحوا الخبيزات ديالي غادي نبدا نطلقهم وانا كنخدم فيهم عادي. غتكون عندي الحشوه واجده. المهم هنايا كورت من بعد ما خمرت العجينه ديالي. ما بغيتش نطول عليكم فيديو داكشي. خمرت كورت تكويرات، يعني كل جوج، يعني غنستعمل جوج يعني تقريبا غيجوني 4 ديال الخبيزات. كيجيو هما بحال بيتزا، كتجي العجينه ديالهم رقيقه. انا حاولت نستعمل الدلك هنايا باش كتجي العجينه رقيقه بزاف بزاف بزاف. انتما غادي تشوفوا غادي نوريها لكم. كتجي بحال شي وريقه رقيقه بزاف. بغيتو تستعملوها البيتزا كتجي واعره بصح بحال ديك البيتزا ديال المطاعم. كدلكه مزيان، يعني العجينه انا كتعجبني نعجنها مزيان ونخليها ترتاح. ومهم كيف ما كتشوفوا 2 كرات غنعمل لهم نفس الطريقه بجوج بهم مع بعضياتهم، باش وحده كنعمرها وحده كنغطيها من فوق. صافي كنبقى نعمروا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه ساهله البنات. نتمنى تكون وصلت معايا حتى هنايا في الفيديو. اللي وصل هنايا ما تنساش اختي خلي واحد لايك باش تزيد تشجعنا ويزيد يطلع الفيديو. هنايا ديك الجوانب اللي عندي زايدين غنبقى نقطعهم. كنقطع الجوانب وصافي عادي غنلويها بهذا الشكل هذا باش ما تفتحليش الخبيزه ديالي بهذا الجنب هذا. من بعد ما غنسالي تلوي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، زيت عاديه كنتقبى بعدا بالفورشيط. صافي وكندهنها. والمقله ديالي كتكون سخونه كتسخن. صافي حطيتها هنا كنحاول نعوطها حيت تبارك الله كيجي العجين خفيف، كيجي هذا كيتحيد من الجناب. المهم انا كنوري معكم كل شيء بكل تفاصيل باش تتبعوا الفيديو. نتمنى يكون الوصفات ديالي ينال الاستحسان ديالكم.
الصراحه انا يلا بحال اللي بديت كنتعلم. نتمنى تكون بدايه عاوتاني ثانيه موفقه ان شاء الله يا ربي. اي واحد دخل الفيديو ديالي وخلي لي شي تعليق ولا شي كلمه مزيونه كنقول له سير الله يسهل عليك، والله يسهل عليك اختي ولا خاي، الله يفرحكم، وشكرا على التشجيعات ديالكم بزاف بزاف. وهنايا كنوريكم كيفاش تبارك الله ما شاء الله جاو شي خبيزات معمرين كيحمقوا الغزالات ديالي، والله العظيم حتى لوليداتكم هكذا تعطيهم لهم في الكوتي والله فنين ما تشبعوش منهم. نتوما عادي يمكن لكم تعملوا التون، يمكن لكم تعملوا الكفته، اي حاجه بغيتوها نتوما عدلوها لكم الاختيار الغزاله ديالي. وهنايا كان الشكل النهائي ديال الخبزه ديالي بعد ما قطعتها باش نوريها معاكم وتشوفوها. يا رب يا رب ما تساونيش واحد لايك وواحد كومونتير، الله يسهل عليكم الغزالات. شوفوا تبارك الله كيف جات رقيقه، جات الصراحه واحد الخبيزات ما تشبعوش منها. اللي داقه عندي اقسم بالله حتى كيطلب الوصفه ديالو كيطلبني نعاود نعدلها. وهنايا غادي نقول لكم الغزالات ديالي. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش يعافاكم واحد لايك واحد كومونتير والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم فائده. وبسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. إذا جعلك الله تنتظر كثيرا فكن مستعدا لتحصل على ضعف ما كنت تتمنى.